اهلا بيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في البيتزا الجميله دي؟ هنعمل النهارده الميني بيتزا بشكل جديد، بالشكل المربع الجديد اللي انتوا شايفينه ده. شكلها حلو قوي، شيك قوي. لو عملتيها كده للولاد لللانش بوكس كده في المدارس هيفرحوا بيها جدا. وجبه غدا، وجبه عشاء، في اي وقت كده تبقى شغاله معاكي جدا. هنعملها بعجينه طريه اسفنجيه هشه، من غير اضافات كتير، بطريقة تشكيل سهلة جدا. كل الحاجات دي هنعرفها في الفيديو. تابع الفيديو للاخر واعمل اشتراك لقناتي وصفات بيتي اقتصادية، ولايك للفيديو للبيتزا الحلوة دي. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا اول حاجة في الطبق كده اللي هعجن فيه، احط كوباية من المية الدافية، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، وهدوبهم كده كويس. كوباية المية دافية، هحط كوباية كده في الاول، وهشوف العجينة هتحتاج معايا قد ايه. معاهم معلقة السكر ومعلقة الخميرة، هدوب الخميرة والسكر كويس قوي في المية الدافية. بعد كده بحط معلقتين لبن بودرة، ربع كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من الخل. اللبن البودرة بيبقى حلو قوي في اي معجنات، بيديها نتيجة حلوة جدا. الخل برضو يعتبر زي محسن كده كيك. هحط بقية المكونات دي واخلطها على بعض. ومعايا هنا الدقيق، نص كيلو من الدقيق، ما يعادل 4 كوبايات من المج بتاع الشاي، اللي هو الكوباية اللي انا معايرة بيها المية، وعليهم رشة ملح. هبدأ كده اخلط كده بالسباتيولا. انا كنت حاطة كوباية مية من الاول، وجهزت جنب مني نص كوباية مية دافية تاني. هبدأ ازود المية شوية بشوية، وطبعا عارفين ان كل دقيق غير التاني، على حسب ما هتاخد معايا العجينة. هبدأ ألم كده في العجينة الأول، وما تنزليش بكمية المية كلها مرة واحدة، لا، حطي شوية بشوية، ولما تحتاج منك العجينة تاني تزودي. انا حطيت كده حوالي ربع كوباية كده برضو بعدها، وسايبة جنب مني هنا ربع كوباية، يعني اجمالي المية اللي اخدتها مني العجينة كوباية ونص. بس طبعا زي ما بقولكوا كل دقيق بيختلف عن التاني. اهم حاجة بقى في المرحلة دي ان انت تعجنيها كويس قوي كده. انا خلاص مش هضيف مية تاني، بس هعجنها حبة حلوين كده حوالي 10 دقايق، لغاية العجينة ما تكون كده تلم معايا وتبقى يعني لينة شوية. ما تخليش عجينة البيتزا ناشفة، عشان البيتزا تطلع طرية وهشة معاكي واسفنجية. اخدمي العجينة كويس حلو قوي في العجين اهو. الطبق نضف وايدي نضفت من العجين، وبقت العجينة معايا طرية وحلوة جدا. بدهن ايدي كده بالزيت، والطبق اللي بعجن فيه كده بالزيت. هغلف كده العجينة، شايفين ملمس العجينة كده حلو قوي. بس كده هغطي بقى عليها كويس واحطها في مكان دافي لغاية ما تخمر. بعد ما خمرت معايا، شايفين بقى خمرت وتضاعف حجمها، وبقت بصوا العجينة ملبن معايا مظبوطة جدا، هشة وخمرانة كده حلو زي العسل كده. شايفين شكلها؟ بخرجها كده من الطبق وبهبطها كده من الهواء اللي فيها، بخرج منها كده الهواء بلمها، وبعدين هقطع. شايفين شكل العجينة وملمسها عامل ازاي؟ بعد كده هكورها كور على حسب ما انت عايزة حجم وحدات البيتزا اللي هي صغيرة. انا كورتها كده يعني تقريبا القطع حوالي 80 جرام. مسحت البلانشة كده بالزيت، وهبدأ اكور كده العجينة. عايزاها قد كده، عايزاها اكبر شوية، براحتك، بس هو المقاس ده كده معقول ومظبوط. بعد ما كورتهم كده بغطيهم بقى بكيس بلاستيك عشان وشها ما ينشفش، واسيبها ترتاح شوية 10 دقايق. على ما ترتاح شوية هنعمل بقى اسرع واسهل صوص بيتزا كده على البارد. هحط حوالي معلقتين من الكاتشب، وعليهم معلقتين من صلصة الطماطم او معجون الطماطم، رشة ملح صغيرة، رشة فلفل اسود، رشة سكر، معلقة من الزيت، ورشة توم باودر وبصل باودر، بس كده. ورشة زعتر، نص معلقة كده صغيرة زعتر، لان الزعتر ده اساسي في صلصة البيتزا. وهقلبهم مع بعض كده على البارد. ده اسهل واسرع صلصة بيتزا ممكن تعمليها من غير ما نضرب طماطم بقى ولا بصل ولا توم ولا اي حاجة خالص. وبجد ريحته حلوة وطعمه حلو جدا. يعني ده صوص بيتزا كده على السريع. بعد كده اما البيتزا بقى كانت ارتاحت معانا شوية كده 10 دقايق، عشان خاطر لما نيجي نفردها تتفرد معايا كده بكل سهولة.
هفردها كده بقوام برضو متوسط، ما تخليهاش رقيقة قوي عشان ما تنشفش منك، ولا تخينة، او تكون كده متوسطة. هعملها كده بقدر الامكان على شكل مربع. معايا هنا دي جبنة رومي مبشورة على شيدر، وهنحط كده منها في الاطراف، وهقفل يعني الطرف كده، احط فيه شوية كده من الجبنة، وهقفل عليه، قفلي بس على الجبنة كده كويس قوي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، سهلة جدا. الجبنة الرومي المبشورة دي لما بتحطيحش بيها كده الاطراف بجد بيبقى طعمها حلو قوي يعني، وانت بتاكليها كده بتبقى عاطية طعم حلو كده للبيتزا. وبعدين بقى الولاد ياكلوها بحالها كلها كده على بعضها، مش هيسيبوا منها بقى ولا اطراف ولا حاجة، لان الاطراف هتكون محشية بالجبنة. قفلت عليها كده كويس قوي، بكون مجهزة الصينية اللي هخبز فيها مدهونة بالزيت، مسحة كده من الزيت، وهنقل فيها بعد ما قفلتها كده هحطها. هعمل كام واحدة كده اللي هم في الصينية، يعني اعملهم بالشكل ده، اقفل الاطراف، وبعد كده نيجي نحط الحشوة مع بعض. هعمل معاكم كده واحدة كمان، وبعدين هنرجع بقى ايه نحط كده الحشوة مع بعض. مش بتاخد وقت على فكرة في تشكيلها، بتعمليها كده في السريع كده كلها ورا بعضها، بتلاقي نفسك عملتيها وخلصتيها كده على طول. بس الشكل النهائي بتاعها بيبقى بجد حلو، يفرحهم كده ويفتح النفس كده على الاكل. بعد ما تكون بقى الصينية اللي بعملها بجهزها، بسيبها جنبي ان هي ترتاح برضو شوية تاني في الصينية، وبعدين بسخن الفرن بقى واروح اخبزهم مرة واحدة، بس بعد ما اخلصهم كده تشكيل، بحيث ان هم اسيبهم يرفعوا او يخمروا شوية تاني في الصوان. بس كده هنجيب بقى هنا صوص بقى البيتزا او صلصة البيتزا السريعة، واحط كده في كل واحدة حوالي نص كده من المعلقة، وبظهر المعلقة كده، وهدهن بيها الجزء اللي في النص بس، مش هدهن الحروف بتاعة البيتزا. جبت معلقة كده صغيرة ووزعتها على الجزء اللي هو في النص ده كده بس. كمان هخرمهم بشوكة، كان المفروض خرمتهم قبل الصلصة، لكن مش مشكلة. وبعد كده بقى الحشوة بتاعتك انتي، اي حشوة عندك، شوية جبن، شوية فلفل الوان وزيتون، لانشون. انا هنا كان عندي حبة سجق كده، حمرتهم قطعتهم رفيع قوي حتت كده صغيرة، واديتهم تشويحة بمعلقة زيت كده، وبعد ما تشوحوا قطعت بصلاية كده عليهم شوحتها معاهم. البصلاية دي بتديه طعم حلو قوي. شوية فلفل بقى الوان، اي جبن عندك، اي حاجة، حتى لو عملتيها بجبن وفلفل الوان بس، زيتون، اي حاجة. طبعا احنا عارفين حشوات البيتزا دي كتيرة جدا، فعلى حسب الموجود عندك وعلى حسب اللي ولادك بيحبوه هتحشيها، ده الحشو ده اختيار. واخر حاجة بحط هنا شوية جبنة برضو على الوش، انا كنت مطلعاها من الفريزر تفك شوية ففكت، بس ملزقة كده في بعضها يعني، فانا بفككها كده بايدي. وبحط بقى الزيتون، وحدتين زيتون من على الوش وخلاص. زي ما قلت لكم بسيبها بقى في الصوان ان هي ترفع شويه على ما اخلص بقيه الكميه تشكيل. الحروف بقى اللي انا سبتها ما دهنتهاش بالصلصه دي، دي انا بدهنها بشويه ميه عليهم معلقه سكر. ممكن تدهني صفار بيضة مع معلقتين لبن، ممكن معلقتين لبن بس كده فيهم معلقة سكر، يعني اي حاجة تدهني بيها الحروف دي عشان بس تديها لمعة كده. وهرش عليها شوية من السمسم عشان يديها شكل حلو. بعد كده بكون مولعة الفرن يسخن كويس قوي من فوق ومن تحت، البيتزا لازم تدخل على فرن سخن قوي. بنزل الشبكة على الرف فوق الصاجة، بحطها عليها، اول ما بتستوي تاخد لون معايا ذهبي من تحت، برفعها تحت الشواية دقيقتين بس كده بتكون استوت. يعني البيتزا مش بتاخد وقت في الفرن، 10 دقايق لربع ساعة بالكتير. ما تغيبهاش في الفرن عشان ما تنشفش منك. بعد كده بخرجها من الفرن. بصوا يعني مش قادرة اقول لكم ريحتها كانت طالعة بجد حلوة جدا، طالعة سخنة وهشة وطرية واسفنجية، بجد جميلة جدا. العجينة حلوة قوي، الحشوة بتاعتها حلوة، طعمها حلو، والحروف اللي محشية بالجبنة دي طعمها حلو قوي، سريعة مش بتاخد وقت خالص، شكلها شيك. يعني بتمنى فعلا تجربوها. مستنية بقى تعليق كده حلو من تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك بس لو استفدتوا بمعلومة واحدة، عشان اللايك ده اللي بيرفع الفيديو. بتمنى تجربوها وتعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.